السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد القاهرة. حضرتك بتتفرجوا على دلوقتي اسمها قناة ايزي انجليزي، من يمين الشمال انجليزي وعربي، انجليزي بالعربي وايزي بالانجليزي. سوري. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع بارت 2 الجزء الثاني الخاص بمراجعة على the most important conversation، اهم المحادثات الموجودة للصف الثالث الاعداد the first semester 2024 2024 الصف الثالث الاعداد الترم الاول ان شاء الله. طيب هنا ندخل في الموضوع على طول. سامح is returning the TV he bought. طبعا يا جماعه مهم جدا نقرا راس السؤال. سامح بيرجع التلفزيون اللي هو اشتراه، بيرجعه. يبقى حاليا الموقف ده يحدث الان يعني. فاسيستنت البائع بيقول له how can I help you how can I help you كيف استطيع مساعدتك. طبعا سامح هنا في نقط يا جماعه. بعد كده قال له اوكي عم استفهام، فقال له certainly my name is سامح سعيد. يبقى احنا نفهم السؤال. هيقول له طبعا yes please I want to انا اريد ان return the TV او my TV. يبقى ايه yes. طبعا yes please من ضمن يا جماعه البولايت انسر، الاجابه المهذبه. هو ممكن يقول له I want انا اريد to return the TV اعيد التلفزيون يعني ارجعه. لكن احنا هنقول الاول yes please لو سمحت يعني انا want اريد to and return وعيد. طبعا هقوله تاني my TV my TV التلفزيون اللي معايا او ذا TV يعني اهي. لو مش واضحه عند حضراتكم نحاول نوضحها اهي. تمام اهي. فطبعا البائع هنا قال له اوكي تمام، وراح سأله سؤال. هنا في عم استفهام، ناخد بالنا يا جماعه من الكلام ده. تمام ان في هنا فول ستوب يبقى دي جمله ستيتمنت عاديه خبريه، ولو في كويستشن مارك يبقى ده سؤال. فقال له تمام ماشي، وفي عم استفهام. فسامح قال له certainly بالتاكيد my name is سامح سعيد. اسمي سامح سعيد. ممكن حد يقول لي what's your name ما اسمك. تمام، بس ملاحظين هنا يا جماعه ان كلمه certainly دي معناها بالتاكيد، دي بتساوي كلمه ايه؟ بتساوي yes، صح كده؟ certainly بالتاكيد. يبقى هو قال له ممكن تديني اسمك لو سمحت. تمام، فقال له certainly بالتاكيد my name is سامح سعيد. يبقى ممكن اقول ايه يا جماعه؟ can you هل يمكنك give me your name ممكن تديني اسمك لو سمحت. can you give me your name. او يقول له يا جماعه may I know your name ممكن اعرف اسمك. طيب او يقول له what's your name مفيش مشاكل. what's your name مفيش اي مشاكل. تمام كده. assistant رجع سأله سؤال تاني. فسامح قال له it has a poor picture. it has a poor picture التلفزيون ده لديه صورة فقيرة، صورته مش واضحة يعني، الصورة بتاعته مش واضحة. يبقى تمام. السؤال المعتاد يا جماعة اللي موجود عندنا في اليونتس لما تحب ترجع حاجة قلناها في المحادثات قبل كده. يبقى قال له طبعا what's the problem، او ممكن يقول له what's wrong with the TV ما خطب التلفزيون اللي فيه يعني. what's wrong with it ما به او ماذا به التلفزيون ماله يعني. او يقول له what's the problem ما المشكلة وما الامر يعني. فقال له it has a poor picture الصورة بتاعته فقيرة او مش واضحة. assistant البائع سأله سؤال تاني عم استفهام. فسامح قال له no thank you لا شكرا I want my money انا اريد نقودي. في وجهة نظركم هيقول له ايه؟ طبعا هو يبقى في سؤال هنا بهل، بس هو قال له no. طيب يبقى هو قال له ايه؟ can I change it for you هل يمكن أن أغيره لك؟ طيب في برضو حاجة أقوى من كده يا جماعة، حاجة أقوى من كده، والحاجة القوية دي إن شاء الله يعني أنا عايز أكتبها برضو بس مش لاقي مكان، فعذرا يعني. أنا ممكن أجيب ورقة كده وأكتبها لحضراتكم. معلش لو هتسجلوها وراي ثانية واحدة، معلش عذرا. طيب هو ممكن يقول له برضو هنا، ممكن يقول له حاجة جميلة جدا يا جماعة. يقول له would you like تمام معايا to replace it. would you like to replace it would you like to replace it هل تحب أن تستبدله؟ عايز تستبدله تاخد واحد مكانه. تمام كده وضحت الإجابة عذرا.
فقال له لا شكرا انا عايز فلوسي. فاسيستنت قال له اوكي تمام ماشي give me a few seconds اعطيني بضع ثواني بليز لو سمحت. طبعا هقول له ايه اوكي ثانك يو تمام ثانك يو او ثانكس يعني ماشي شكرا. وبكده يا جماعه تكون خلصت المحادثه. طيب المحادثه اللي معانا بعد كده ان شاء الله نقرا السؤال مع بعض. بسم الله. عادل meets a tourist in a shopping center. عادل يقابل سائح في مركز تسوق. فعادل بيقول له good morning صباح الخير sir سيدي أو صباح الخير. where are you from من أين أنت. where are you from يا جماعة ده سؤال عن البلد من أين أنت. فهو طبعا حول are you لام فقال am أنا from Canada أنا من كندا. فعادل سأله سؤال تاني هنا في علامة استفهام. فتورست قال له yes this is my first visit to your country. هذه أول زيارة ليا لبلدكم يعني. طيب الإجابة هنا فيها يس يبقى السؤال بهل. طيب أنا عايز هل هنا تمام زي ما حد بيقول إز يا مستر هل طبعا أي فعل مساعد في أول الجملة بمعنى هل إذ طبعا. يبقى أنا عندي this is هتبقى إذ this is this تمام. my تتحول إلى your. طب ليه؟ هو بيقول زيارتي لكن أنا عايز أقول له هل هذه زيارتك زيارتك أنت. يبقى my ملك تتحول ليور ملكك your تمام. واكمل الجمله زي ما هي يا جماعه. first visit هذه اول زياره. طبعا ممكن اقول له هل هذه اول زياره لبلدي او اقول له to Egypt على طول. هل هذه is this your first visit to Egypt هل هذه اول زياره لك لمصر. فقال له دي اول زياره لي لبلدك اللي هي مصر يعني. فعادل قال له what would you like to visit in Egypt What would you like to visit in Egypt ماذا تود أن تزور في مصر. عايز تزور إيه في مصر. طيب هنا في نقط الرد بتاع تورست. بعد كده عادل سأله سؤال تاني قال له yes of course I enjoy my visit so much. أنا بستمتع بزيارتي جدا. مفيش أي دليل هنا يا جماعة تحت لحد آخر المحادثة إيه الأماكن اللي عاوز يزورها أو اللي هيزورها يعني. فإحنا ممكن نقول أي مكان. ممكن يقول طبعا هنا يو هتتحول. أنا بحب يا جماعة الإجابة الكاملة يفضل يعني I تمام. بعد كده would لأن في السؤال would تتقدم على الفاعل المساعد على الفاعل. لكن في الجملة الخبرية في الإجابة هجيب الفاعل ثم الفعل المساعد. I would like أنا أود. لحد دلوقتي يا جماعة احنا ماشيين كويس. طبعا بالنسبة لك أنت أقصد كطالب يعني لازم تبدأ الجملة صح. to visit أن أزور مثلا to visit هنا بعد كده تي أي بقى مكان يا جماعة. ممكن أقول the pyramids عايز أزور the pyramids the sphinx الأهرامات temples المعابد هرجادا الغردقة مثلا. I would like to visit the pyramids مثلا. طيب عادل سأله سؤال تاني فالسائح قال له yes of course نعم بالطبع I enjoy my visit so much أنا بستمتع بزيارتي جدا. طب الإجابة هنا فيها yes يا جماعة تمام. يبقى أنا عايز هل. طيب هنا لو بصينا على أي فعل مساعد مش هنلاقي أي فعل مساعد بمعنى هل. طيب إذا لم نجد فعل مساعد في الجملة قال لي ننظر إلى زمن الجملة والزمن بعرفه من الفعل هنا enjoy في المصدر. يبقى على طول إذا كان الفعل مصدرا نأتي بمين يا جماعة تمام بدو. طبعا دو زائد الفاعل زائد المصدر. الفعل هنا I يتحول إلى يو عشان بقول له هل أنت تستمتع بزيارتك فهو بيقول لي نعم أنا. يبقى I تتحول إلى يو. دو يو وكمل بقى enjoy هل أنت تستمتع enjoy تمام. my visit هو بيقول my visit زيارتي. طبعا أنا هقول له your visit زيارتك زي ما عملنا فوق بالظبط تمام. فأقول your وكمل تمام ممتاز visit تمام. وممكن بس لحد هنا بس do you enjoy your visit هل تستمتع بزيارتك. قال له yes of course I enjoy my visit so much كثيرا جدا. فعادل قال له have you tried any Egyptian foods هل جربت اي طعام مصري. طبعا ده سؤال في المضارع التام اللي مذاكر المضارع التام have او has زائد الفاعل زائد تصريف ثالث الفعل. طيب هنا مفيش اي دليل برضو بس ممكن يقول له جربت. لو قال له نو مش مشكله يا جماعه يعني لو قال له نو مش مشكله ولو قال له يس برضه مفيش مشكله لان هنا لو قال يس او نو مفيش اي ايفيدنس مفيش اي كلو هنا دليل يقول ان هو جرب الطعام المصري او ما جربوش. يبقى اتس اب تو يو الاجابه ليك هنا. فاحنا ممكن نقول يس اي هاف او نقول ايه بقى ممكن نقول له شور بالتاكيد او يقول له اجابه بقى شورت انسر اجابه كامله قصيره يس اي هاف نعم جربت تمام. او يقول له I have tried مثلا ملوخيه جربت الملوخيه مثلا تمام. يبقى انا قلت هنا sure. طيب عادل بقى قال له have a nice stay in Egypt. في يا جماعه حاجات لازم تبقى مسلم take it for granted مسلمه. يعني ايه مسلمه؟ يعني حاجات نبقى عارفينها كده مش محتاجه
ان انا بقى ابص اشوف في فعل مساعد او ما فيش. طب أنا السؤال ده هجاوبه ازاي؟ زي مثلا لما حد يقول لك have a nice stay، اتمنى لك اقامه جميله في مصر، او have a nice trip، اتمنى لك رحله جميله. طبعا الرد بيكون ايه؟ اوتوماتيك كده، اوتوماتيكلي بتقول ايه؟ thank you so much او thanks، شكرا، thank you. اي حد بيتمنى لك اي حاجه سعيده هتقول له thank you so much، او هتقول له thank you، شكرا جزيلا، thank you so much. ودي كانت نهايه المحادثه بتاعتنا يا جماعه. طب المحادثه اللي بعد كده يا جماعه، هنا احمد is booking a ticket to اسوان. احمد بيحجز تذكره لاسوان. ticket office اللي هو يعني موظف for ticket office، مكتب التذاكر يعني. بيقول له هنا good morning how can I help you، صباح الخير اساعدك ازاي. فهنا بيقول له ايه احمد؟ قال له حاجه يعني، طبعا رد عليه وقال له how much is it، بكام التذكره. طبعا احنا قلنا احمد عايز يحجز تذكره، فهيقول له I want a ticket to اسوان. I want a ticket، او I want to book a ticket. I want، اريد ان to book، ان احجز. طبعا جبناها من فوق يا جماعه، موجوده فوق اهي، book a ticket. I want، طبعا want to ورا الفعل في المصدر، عشان كده ما قلتش booking، قلت I want to book. طبعا هكمل a ticket، عاوز احجز تذكره. تمام. فبعد كده احمد قال له هاو ماتش از ات، بكام التذكره. طبعا ما فيش اي دليل ولا هنا حتى على سعر التذكره، فممكن نقول اي رقم. طبعا هنقول مثلا it is، انها، واقول اي رقم. it is مثلا، ممكن اقول مثلا 200 ال اي اختصار جنيه يا جماعه، اللي هي ممكن اقول pounds 200 pounds 200 جنيه. تمام. فاحمد بيسال سؤال لان هنا في همس فهم، فعلى طول هنخش للجزء اللي بعد كده معانا. اللي ركزوا مع حضراتكم هنا. فهنا التيكت اوفيس قال له the train leaves at 10:20. the train leaves at 10:20، يعني القطار بيغادر الساعة 10:20 دقيقة. طيب يبقى هو هنا بيسأل على ميعاد القطر. طيب السؤال عن وقت يعني انطلاق القطر، او وقت يعني السفر، بوات تايم يا جماعة. طيب انا هسأل بوات تايم، عايز فعل مساعد. لو بصينا هنا مش هلاقي اي فعل مساعد، يبقى هننظر الى زمن الجملة. طيب الفعل هنا بينتهي باس، يبقى هجيب does كفعل مساعد. طب القاعدة بتقول ايه؟ كلمة استفهام تمام، زائد دو او does، زائد الفاعل اللي هو القطار، زائد مين؟ المصدر اللي هو leave من غير ايه؟ الاس. يبقى السؤال انا ممكن نكتبه هنا فوق يا جماعة، هنا في النقط دي كده. يبقى اقول ايه؟ تمام، هقول what time does the train، والمصدر من leaves. تمام. leave يعني متى يغادر القطار. تمام كده. what time does the train leave معايا؟ طيب بعد كده هنا عندي الرد قال له الساعة 10:15. فأحمد راح سأل سؤال تاني، فتيكت اوفيس أو موظف أو مكتب التذاكر أو المسؤول عن التذاكر قال له ذا جيرني. هنا مع طبعا يا جماعة هو تيكت اوفيسر اللي هو موظف التذاكر، تيكت اوفيس مكتب التذاكر. ذا جيرني تو أسوان تيكس 12 hours، الرحلة لأسوان بتاخد 12 ساعة. طيب هنا تيكس تستغرق 12 ساعة، يبقى السؤال بإيه؟ سامع حد بيقول لي يا مستر نسأل بهاو لونج. ممتاز جدا، نسأل بهاو لونج. يبقى أقول هاو لونج اللي هي كام المدة، هاو لونج. طيب برضو تاني انا عايز فعل مساعد، مفيش اي فعل مساعد، ولكن هنا في فعل اخره اس، يبقى اخد does كفعل مساعد. تمام. how long does ها. تمام. الفعل مين؟ the journey الرحلة الايه بقى؟ ها to أسوان. تمام. to أسوان، وفي الاخر هكتب ايه يا جماعة؟ عذرا، هكتب take. كم تستغرق الرحلة لأسوان؟ ثانية معايا حضراتكم، ثانية واحدة. تمام، عشان بس يعني الشاشة واضحة قدام حضراتكم. فقال له which platform does the train leave from، من أي الأرصفة. احنا قلنا from في آخر الجملة يعني من، which يعني أي، يبقى من أي الأرصفة يغادر القطار. طيب هنا مفيش أي برضو دليل على أنهي رصيف، بس أنا هقول طبعا يغادر مثلا رصيف رقم 5. القطار ده ممكن أقول إيه؟ هقول it. تمام. يغادر هقول ايه بقى؟ مش هقول ليف بقى، هقول leaves لان ات دي مفرد غائب، وهنا كنت هخليها ليف عشان does زائد الفاعل زائد المصدر بدون اس. يبقى it leaves from انه يغادر من مثلا platform رصيف مثلا platform مثلا 6 من رصيف رقم 6. فقال له have a nice journey اتمنى لك رحله سعيده.
فاحمد رد قال له ثانك يو، شكرا، وخلصت المحادثه. يا جماعه المحادثات بتبقى سهله بس عايزه او محتاجه مننا شويه تركيز. اتمنى اشتراك في القناه لو عجبك الفيديو وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.